الله نحط الدقيق، كمون، بيكنج باودر، ملح. حرك المكونات الجافة قبل السوائل. حطيت 1 بيض، ملعقة سمن، ملعقة لبن زبادي. حليت الزبادي اللي احنا نحطها على العجانة، وافضل انزل الموية بالتدريج اللي هذه هي الموية. اخليها ترتاح. اذا تبغي نتائج مرة رهيبة للعجينة لازم تخليها ترتاح. البهارات شوفوها: كسرة قرفة، 3 حبات هيل، ملعقة كزبرة، ملعقة فلفل ملون، كسرة جوزة الطيب مطحنة. حط اللحمة، البهارات، عندي هنا بصل وثوم وزنجبيل طحنتها سوا، زنجبيل، ورق الليمون، جزر، كزبرة، كركم. الحين البطاطس المسلوقة. افرد العجينة، حطيها على القالب، حط الحشو. لازم تكوني ترى معبيتها هذه السمبوسة بالذات، حاولي انك انت في العجينة ما تبخلي. نقفل القالب. بشكل منطقي تماما على الفرن. اذا انت حابة تقليها ترى في مجال، بس انا حابة انها تكون في الفرن. ارصها تحسبا، احطها. ترى شوفوا في ناس يحبوها مقلية، والصراحة المقلية ألذ، ما ادري ليش، لكن تعبي زيت مرة وتقعد على القلب، فقررت اني اعملها في القلاية الهوائية. كنت مخططة على الفرن بس قلت هذه اسهل. ملعقة سمن، البصل والثوم والجنزبيل، صلصة، لبن، فلفل، ملح الليمون، كاري، ملح. هو جاهز كده، بس ايش احط كاتشب عشان اكسر قداحة الفلفل وقداحة الصلصة. شوفي علبة نظيفة حطيه فيها، كل ما اكلتي اكل هندي طلعيه. خلصنا. ممكن تقليها، ممكن تماما، ممكن تعملي كده زي في القلاية الهوائية او الفرن اذا حبتها تكون خفيفة. اعرف كثير يفضلوا يقلوها. اتمنى جد انكم تجربوها وان شاء الله تحبوها. انا متأكدة هذا ألذ تكوني لحم ممكن تاكليه، بالذات اذا سويتيه في البيت. فأتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تحبوها، وعلينا وعليكم بالعافية.